عشاق القهوة هيدمنوا الوصفة دي، لانها سهلة وبدون بوتاجاز ولا فرن ولا اي حاجة خالص، ومكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. بجد وصفة سهلة وبسيطة، وانا بصراحة ما كنتش محضرة لها حاجة، حتى هتلاقوا كل حاجة كده جايباها من البرطمان، ما حضرتش اي حاجة نهائيا ليها. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفة السهلة جدا البسيطة اللي مش هتاخد منك اي وقت. بس قبل ما ابتدي الوصفة احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي اميرة داوود، دي القناة بتاعتي. لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفة. بسكوت سادة، اي نوع بسكوت، حتى لو بسكوت المدرسة. جبت كده تقريبا 6-7 بواكي بسكوت، وعندي هنا كوباية من اللبن، وحطيت فيها كده معلقة نسكافيه او قهوة سريعة الذوبان، ومعلقة من السكر، وهقلبهم لحد ما يدوب السكر تماما. بعد كده بجيب بولة بقى، بحط فيها كده 5-6 معالق كبار من الباستري كريم. الباستري كريم ده حاجة حلوة جدا، فيها السكر وفيها كل حاجة، بتدوب بس بمية. بحط معاها معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام. هضرب المكونات كويس جدا بالمضرب الكهربائي لحد ما يوصل للقوام ده. وعندي كده منجايه كده قطعتها، شايفين انا ما كنتش محضره اي حاجه. المنجايه كده كنت لسه بخلصها، حطيت عليها المنجايه، وحطيت عليهم كمان كده، كنت حطيت معلقه كريم شانتيه، هحط المعلقه التانية، وحبه ميه كده من الحنفيه، وابتدي اضربهم تاني بالمضرب الكهربائي. هاخد نص الكميه دي عشان هحط بقى، احنا قلنا بقى ان هي مليانه قهوه، بقى حاجه كلها قهوه في قهوه. باخد منها جزء كده واحط فيها كده معلقه من النسكافيه قهوه سريعه الذوبان، هضربها برضو بالمضرب الكهربائي. وبعد كده بقى بجيب البايركس بتاعي او البولات بتاعتي، بجيب البسكوت واغرقه كده في الخلطه اللي احنا عملناها بقى، اللي هي عباره عن لبن وقهوه سريعه الذوبان ومعلقه السكر، دوبناهم كده عشان تبقى كل حاجه بالقهوه. البسكوت غرقته قهوه. وبعد كده بعمل كده طبقات كده، مره طبقه من اللي بالمانجا، ومره طبقه بالقهوه اللي احنا حاطين عليها قهوه. بعمل طبقات كده مختلفه. حتى لو البسكوت متكسر كده، حاولي ان انتي برضو تحطيه كده حواليها، برضو مش هتفرق لان هي مش هتبان اصلا. بجد سهله جدا وبسيطه، ومكوناتها عندك في البيت. اعمل كده الطبقات وارش كده من فوق كده حبه كاكاو بودر بالشكل ده. ممكن تحطيها بقى في التلاجة كده ساعتين، بس انا كنت مستعجله عشان كنت عاوزه اكل حاجه بسرعه كده سريعه. هقطعها وابتدي ان انا اقدمها. بجد رهيبه، سهله جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص، بدون فرن ولا اي حاجه خالص. شايفين شكلها عامل ازاي وطعمها رهيب. ويا سلام كمان لو كوبايه نسكافيه جنبها. بجد وصفه رهيبه وسهله وبسيطه، زي ما وعدتكم هجيب لكم كل الوصفات السهله والبسيطه. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، هتوحشون الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.